تابعوا مع الفيديو لتشوفوا أطيب سر أوزي. أنا هون عندي لحمة مفرومة قليتها بمعلقة سمنة لحد ما استوت، وفيكن تستخدموا بدل اللحمة الفرمة لحمة راس عصفور. هون على طرف سلقت بزلة وجزر لحتى أضمن إنه تستوي معي على الآخر. هون بنفس الطنجرة اللي قليت فيها اللحمة حطيت معلقة صغيرة سمنة وسقطت كاسة ونص رز حبة صغيرة، وراح أحط عليهم البزلة والجزر اللي سلقتن قبل بوقت. أنا هي أول مرة بطبخ الجزر مع البزلة بهي الأكلة، بالعادة بحط بزلة لحال. فيكن تستخدموا بزلة لحال إذا ما عندكم جزر. وكمان رح أسقط عليها اللحمة المفرومة عندي وأظبط ميتها وأحط معلقة صغيرة من الملح. هون بعد ما حطيت المي هلا رح استنى لتغلي المي. هلا بعد ما غليت عندي المي رح أوطي الغاز وأسكر الطنجرة. هلا هون عندي تقريبا استوى. قبل ما أطفي الأكلة ب5 دقايق رح أحط عليها لوز محمص، فيكم تحطوا صنوبر أو لوز، وهذا اختياري. رح أحط معلقة كبيرة من البهار السادة، هذا اختياري. هم بالأصل ما بنحط، بس أنا كتير بحب النكهة البهار بهاي الأكلة وبعطيه طعم كتير طيب ونكهة طيبة. بحركهم سوا، بستنى 5 دقايق ورح طفي الرز. أنا هون عندي الرز صار جاهز. رح أطفي الغاز وأفتح شوي أتركه ليبرد حتى أحشي. لازم لما أحشي يكون شوي بارد، ما يكون كتير سخن حتى ما يتفتفت معي العجين. هلا الرقائق اللي رح استخدمها بالأوزي اللي هي رقائق الهنا اسمها. طبعا هي بتكون مجمدة، بطلعها بالفريز قبل من 2-3 من اشتغل فيها لحتى تفك عندي. هي بتكون رقائق نحيفة وانا رح اقسمها. هلا انا قمت الرقائق بتكون عندي مثل هيك بقلب كيس. رح اقيمها رح افردها شوي شوي حد ما تتمزع عندي. هلا هي بتيجي عندي بهذا الشكل. فيكن تحشوها ما تقطعوها او تقطعوها بالنص. انا صراحة بحب اقطعها 3 قطع. هي رقائق كتير رقيقة فرح نحتاج لكذا قطعة. هيك انا قطعتها. العجينة صارت جاهزة، بس ضل اني احشي فيها الرز. هلا رح احتاج لزبدية. بجيب اي زبدية عندي او اي حجم انتو حابين تلفوا فيه الاوزي. انا حابة يطلع مثل هذا الشكل. بحط الزبدية هون ورح احط عليها 3-4 قطع من الرقائق الموجودة عندي. اذا الرقائق اللي عندكم كانت سميكن فيكن تقللوا الكمية، بس انا هي كتير رقيقة وما بحب تبين الرز من السرة نفسها. رح احطها بهذا الشكل. انا هون احتجت ل3 رقائق. بعد ما حطيتها بهذا الشكل هلا رح احشي بقلبها الرز اللي عندي. هلا هون انا بعد ما حطيت الرقائق عندي بالزبدية رح احط الرز بتتحدد الكمية على هو الحجم الزبدية اللي عندي. هون تقريبا بحتاج 5 معالق كبار من الرز. طبعا ما بحاول اخليها انه كتير ملانة الزبدية حتى ما يتفزر عندي. بعملها بهي الشكل وهلأ رح لفها. بلفها بهي الطريقة. طبعا انا الصينية اللي عندي اللي راح احط فيها سرر الاوزي مدهونة كلياتها بالسمنة. راح اقلب السمنة وكمان الوش راح ادهنه سمنة بس اخلص. إذا عندكم الرقائق نوعها غير رقائق الهنا، هي نحيفة كتير رقائق الهنا رقيقة. إذا عندكم غير نوع أسمك فيكم تحطوا طبقتين أو طبقة واحدة.
سكرها من هون تمام حتى ما تفلت معي. شايفين ما أحلى المنظر كيف بيكون؟ هيك صار جاهزين عندي سرر الأوزي. هلا آخر خطوة أنا راح أعملها، أنا هون عندي زبدية وبقلبها سمنة. هلا راح أدهن الوجه. هلا الأرضية مدهونة بالسمنة، دهنت كل الصينية سمنة، وراح أدهن وش السرة كمان بالسمنة. بدهنها من كل الجوانب حتى أضمن ما تنشف عندي العجينة. هلا قبل ما أحطها بالفرن أنا راح أزينها باللوز. بهذا الوقت أنا حميت الفرن على درجة حرارة 180. هي ما بتاخد كتير شوي، بس لتتحمر الوجه من تحت. هيك صارت عندي جاهزة. هلا راح أدخلها بقلب الفرن. شايفين ما أحلى منظرها؟ وهيك صارت عندي الأكلة جاهزة. شايفين ما أحلى لونها؟